سمعت قبل كده حد بيقولك إن التقليد ضعف، وإن أنت لما تقلد حد يبقى أنت كده مش كرياتيف؟ الحقيقة التقليد مش ضعف. التقليد هو بداية أي حد جامد. كل حد ناجح دلوقتي زمان كان بيقلد حد أحسن منه قبل ما يبقى ليه أسلوبه الخاص. كتير مننا بيخاف يقلد، بيحس إن التقليد ده ضعف. ممكن حد يجي يقولك أنت بتقلد فلان، طب فين شخصيتك؟ عادي، الناس اللي أنت بتقلدها دي كانوا بيقلدوا برضه في بدايتهم. أي فنان، أي مونتير، أي مصمم، أيا كان المجال إيه هو في بدايته كان بيقلد حد أشطر منه. بس خلي بالك، انت هنا بتقلد عشان تتعلم، مش بتقلد علشان تكون شبه حد. يعني ما تقلدش حد لمجرد انك بتقلده، لا. التقليد هنا هو وسيلة تخليك تتعلم حاجة جديدة. خليني اكون صريح معاك، انا شخصيا كنت بقلد زمان. هتسألني هتقولي طب انت بتقلد ليه؟ هقولك ان انا كنت بقلد ناس اقوى مني بكتير، ناس عندها خبرة، عندها رؤية، مش علشان ابقى نسخة منهم، بس علشان افهم هما ازاي بيفكروا. بقلد علشان اتعلم، مش عشان افضل بقلد طول عمري. لما بتقلد صح بتلاحظ التفاصيل الصغيرة، بتفهم طريقة التفكير من ورا الشغل، بتكتسب خبرة عملية بسرعة بدل ما تبدأ من الصفر. بتبدأ من مستوى أعلى شوية. بس هنا النقطة المهمة بقى، مش كل التقليد صح. في فرق بين واحد بيقلد عشان يستخبى، وفرق بين واحد بيقلد عشان يتعلم ويطور من نفسه. لأن في الآخر كل واحد فينا ليه بصمته الخاصة. يعني بصمة صباعك مش زي بصمة صباع غيرك. أسلوبك، طريقتك، التفاصيل الصغيرة اللي بتعملها دي حاجات مستحيل حد يعملها زيك بالظبط أو يطلعها بنفس تفاصيله. بعد ما تقلد وتتدرب تبدأ تضيف لمستك الخاصة. تبدأ تسأل نفسك ايه اللي يميزني انا؟ فين ستايل انا؟ النسخة الاولى تقلد، النسخة التانية تطور، النسخة التالتة تبقى انت. لو عايز تستخدم التقليد صح اعمل كده. رقم 1، ابدأ بالتقليد وما تستعجلش. رقم 2، ركز في التفاصيل مش الشكل الإجمالي بس. رقم 3، اسأل ليه دي اتعملت كده؟ ليه دي مكانها هنا؟ رقم 4، جرب تعدل حتى لو تعديل بسيط. رقم 5، اغلط وتعلم من غلطك. رقم 6، ما تقفش عند التقليد، خليه مرحلة بداية مش نهاية. انت مش جاي عشان تبقى نسخة من حد، انت جاي عشان تبني نفسك. التقليد مش ضعف، التقليد هو خطوة البداية. بس لو فضلت واقف عنده ساعتها هيبقى ضعف. اتعلم وقلد بذكاء، وبعد كده يبقى سيب بصمتك انت الخاصة. ابدأ دلوقتي، جرب وتعلم وخلي شغلك يحكي عنك ويقول للناس انت مين. كل فكرة عظيمة كانت في يوم من الأيام تقليد متطور. بس خليك فاكر وانت ماشي في الطريق ده هتوصل لمرحلة غريبة شوية، هتبدأ تشوف فيها شغلك بشكل مختلف. مش أحسن حاجة بس أوضح. وهنا بقى كل حاجة بتتغير. استنوني الحلقة الجاية علشان نفهم المرحلة دي مع بعض.